فيها واحد الدوره بالمجان 100%، سواء كنتي غادي دير ديجيتال برودكت، سواء كنتي غادي دير هاند ميد، سواء كنتي غادي دير دروب شيبين، واللي هي شنو نقدر نختار او شنو نقدر نخدم في المنصه ديال ايتسي. كاتيجوري كنلقاو فيها بالضبط الداخل ديالها بزاف ديال لينيتش، كيفاش انه غادي ديزاينين بين اهم الخطوات، واللي هي حيت لما احترمتيش القوانين فكون اكيد ان السطور ديالك غيتسد. ايتسي كيجي فيها السسباند غير المغاربه. من بين اهم الامور هو انه اذا جا عندك سسباند ف اللي كيعانيو منها بزاف ديال الناس، واللي هي السسبانس، كيفاش انك السسباند تفاداه وتبقى العمل على ايميل ماركتينغ. يعني شوفوا كيف فهمتي على دروب شيبين، راه كل البعد بعيد جدا عن عارف شنو بغيتي تبدا من الاول. يعني بالنسبه للناس اللي كيكونوا عندك الكوتشي اللي حاليا السطور ديالك شخصيا، سواء كانت من اهم الامور اللي ما كيخليوش اي انسان كيمشي في واحد الطريق اللي مزيانه في الدومين، سواء كان ديجيتال برودكت او فيزيكال برودكت، في العمل على منصه ايتسي. فهذه من بين اهم الامور التي يجب التعامل معها بكل دقه، بكل احترام للقوانين ديال المنصه ديال ايتسي. فطبيعه الحال كما كنعرفوا ايتسي فيها بزاف ديال طبيعه الحال لي نيتش او ما يسمى بالكاتيجوري. ففيها ديجيتال برودكت، فيها فيزيكال برودكت، فيها الهاند ميد برودكت، وفيها البي او دي بطبيعه الحال. لكن الاشكال في هذه الامور هذو كامله كما غادي نبين لك هنايا في ليكرون عندي، انني غادي نشرح لك ستيب باي ستيب بطبيعه الحال خطوه بخطوه باش تعرف الطريقه ديال العمل في منصه ايتسي، سواء كنتي غادي دير ديجيتال برودكت، سواء كنتي غادي دير هاند ميد، سواء كنتي غادي دير دروب شيبين. فالاشكال هنا انه الكثير من الناس كيواجهوا مشاكل، واللي هي شنو نقدر نختار او شنو نقدر نخدم في المنصه ديال ايتسي، سواء كان فيزيكال، سواء كان ديجيتال، سواء كان هاند ميد، سواء كان بي او دي. فراه هادو بطبيعه الحال كل نيتش او كل كاتيجوري كنلقاو فيها بالضبط الداخل ديالها بزاف ديال لي نيتش. يعني الا هضرنا على الديجيتال برودكت، فلا شفتي معايا هنايا غادي تلقاو لي بلانر، غادي تلقى لي جونر، غادي تلقى نوشن، غادي تلقى بزاف ديال لي ديجيتال برودكت اللي كيتخدموا في ايتسي بطبيعه الحال، واللي كان اوصي به وبشده كبيره انه يجب على كل بائع في هذه المنصه ان يقوم بتصميم هذه الجورنال بوك ولا لا بلانر ولا اي بوك ولا اي حاجه. صراحه كنوصي انه يقادها هو راسو، يعني يخدمها هو، يديزاينيها هو من الاحسن، حيتاش كتولي تخدم على دي بروجي اللي ديالك، سواء كنتي غادي تخدم في الاس في جي، سواء كنتي غادي تخدم في اي نيتش من لي نيتش اللي كاينين في الديجيتال برودكت. وحيتاش كنهضروا على ديجيتال برودكت، فكما قلنا راه ما كاينش فيه بطبيعه الحال غير في ايتسي، فممكن انك تخدم دي بلاتفورم اخرين، لكن هنا سأتطرق لكيفيه العمل في منصه ايتسي. لحقاش كثير بزاف ديال الناس كيقولوا لي انه كيلقاو مشاكل كيفاش انه غادي يقاد برودكت، كيفاش انه غادي يدير برودكت، وكيفاش انه غادي ديزايني بين اهم الخطوات، واللي هي كيفاش انك غادي ديزايني هاد المنتجات، سواء كانت رقميه، سواء كانت هاند ميد، سواء كانت برودكت دروب شيبين، سواء كانت اي كاتيجوري اللي خصك تتعامل معها وتتعامل معها بدقه واحترام للقوانين. حيت لما احترمتيش القوانين فكون اكيد ان السطور ديالك غيتسد، اللي ما كنعنيو واللي ما كيحملوش بزاف ديال الناس، واللي هي السسباند. واش ايتسي كيجي فيها السسباند غير المغاربه؟ لا، ايتسي كيجيو فيها السسباند في العالم كامل. ما احترمتيش لي بوليسي تيتسال الاول، تسدى الاول كيف كيجي عن طريق الفيريفيكاسيون. يعني واحد الفيريفيكاسيون هي اللي كتكون في الديبار، اللي كتخلي اي واحد ما كيصيفطش لا ايميل، ما كيكونتاكتيش السيبور. وهذا الشيء راه عندي الداتا ديال الناس اللي كيجيهم سسباند ولكن ما كيصيفطوش لايتسي، ما كيكونتاكتيوهمش، كيصيفطولهمش لا ابيل لا والو. فهنايا هذا هو الاشكال فين كيكون. من بين اهم الامور هو انه اذا جا عندك سسباند فحاول ما امكن انك تتصل بهم، صيفطهم ايميل، وانا نخليك واحد البرونت اللي غادي تصيفط بها داك الايميل لايتسي اللي كنرد بها بزاف ديال الحسابات. وبطبيعه الحال يجب التطرق للامور اللي خصك تاخذها بعين الاعتبار باش ما يكونش عندك واحد الاشكال في طريقه الليستين ديال البرودكت ديالك، في طريقه ديال بطبيعه الحال لي بوليسي ديال ايتسي كيفاش خصك تتعامل معهم، في الطريقه ديال الشيبين. وباش نخبرك اكثر انه
جايه واحد الدوره بالمجان 100% من كيفيه ايجاد منتج رابح الى كيفيه وضع هذا المنتج في منصه ايتسي او منصه اخرى. فهذه من بين اهم الامور اللي كنوجد ليها وخدامين عليها، لا انا التيم ديالي، سواء من كوتي ديزاين، سواء من كوتي الايديتين ديالها، سواء من كوتي معلومات ديالها، حيت كنعطيك معلومات اللي جد 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 قيمه. علاش؟ حيت غادي نطرق كيفيه فتح حساب في منصه ايتسي، كيفيه الليستين في المنصه ديال ايتسي، وبالاخص اللي كيعانيو منها بزاف ديال الناس واللي هي السسبانس، كيفاش انك سسباند تفاداه وتقاد بزاف ديال لي زاكونت مغربيين 100%، ونزيدك بالاسم ديالك بطبيعه الحال، وبالبنكه ديالك بطبيعه الحال، وبالسيلفي ديالك، ودوز وجهك عادي جدا. هادو من بين الامور اللي بغيت نطرق ليها معكم، باش انك غتشوف معايا كيفاش انه غيكون هاد لي ستيبس كاملين من الاول الى الاخر، كيفيه ايجاد منتجات رابحه بكل معايير، حيتاش كاينين منتجات يجب ان يكون فيها معايير للبيع. يعني ما كنجيوش نبيعوا البروداكت غير هكاك، لكن كنخدموا على دي بروداكت اللي غيجيبوا لينا مبيعات. اللي ما بين اهم الامور واللي هي الماركتين ديالو، بين شنو هي الكميه ديال المبيعات اللي جاب في اخر 30 يوم في هذه المنصه. وهذا الشيء كامل غنطرقوا كيفاش انك تعرف بانه جاب مبيعات في خلال 30 يوم في منصه ايتسي، وغنطرقوا لكيفيه انه جاب واحد الافيريج، وجاب واحد الكليك، وجاب واحد الفافوريت لذاك الليستين ديالك، وشنو هي الفئه المستهدفه. ومن بعد غنطرقوا لكيفيه العمل على ايميل ماركتين، يعني نشوفوا كيفاش اننا نقدروا نجيبوا دي زيميل، فلي زيميل ديال الناس اللي كياخذوا من المنصه ديالك. وراه بطبيعه الحال عندك الحق انك تاخذ دوك لي زيميل وديرهم في واحد الفيشي اكسل، وديك الساعه غادي نطرقوا كيفاش انك غادي تخلي الروبو اوتوماتيكمون غادي يصيفط بزاف ديال لي زيميل اي برودكت ديالك تحط في المنصه. وهذه بطبيعه الحال مهمه، لان تزيد من نسبه المبيعات، من نسبه الربح في المنصه ايتسي، وتزيد من بطبيعه الحال النسبه ديال لي تاك بطبيعه الحال حتى هي كتزيد، وهي اللي كتخلي اصلا لي برودكت ديالك انهم يتباعوا بطريقه اللي جد عاليه. لذلك كنوصي انه اي واحد حاول انه يخدم في المنصه ديال ايتسي، فمن ديبار حاول انك تعرف علاش بغيتي تخدم في المنصه ديال ايتسي، وشنا هي الكاتيجوري اللي بغيتي تخدم عليها. فراه كنتي خدمتي على دروب شيبين، راه كل البعد بعيد جدا عن كيفيه العمل في الهاند ميد برودكت او في ديجيتال برودكت او في البي او دي. فراه خصك تكون فريمون عارف شنو بغيتي تبدا من الاول. يعني بالنسبه للناس اللي كيكونوا عندي في الكوتشي اللي حاليا خدام معاهم، فراه كيكون من الاول كنشوفوا شنو هو الجول اللي غيكون عندنا، شنو هي الكاتيجوري اللي غنخدموا عليها، وكيفيه العمل على هذيك المنتجات، سواء كانت رقميه، سواء كانت هاند ميد، سواء كانت دروب شيبين، سواء كانت بي او دي. فالهاند ميد في المغرب بطبيعه الحال كما كنعرفوا بانه كاينين منتجات كثيره في المغرب في الهاند ميد برودكت، لكن بكل صراحه وبكل امانه، فكننصح انه الانسان يحاول يتفادى على الهاند ميد برودكت في المغرب بكل صراحه. هذه ما غيقولها لكش اي شخص، حيتاش التجربه ديالي في الهاند ميد للاسف كانت مزيانه، ولكن للاسف انه النسبه ديال الربح ما كانتش كتفوت واحد 30% او واحد 25%. لماذا؟ لانه الشيبين فريمون غالي ديال بصح في المغرب. فراه بعض المرات كيكون الشيبين يقدر يوصل حتى اكثر، يعني يقدر يدخل حتى في البروفيت ديالك، يعني في الربح ديال هاد المنتجات اللي انت كتبيع من المغرب. فهنايا للاسف انه ما يمكنش انك تمشي وتكون خدام غير على البلاتفورم. فراه بطبيعه الحال خصك تكون خدام وكتدخل مصاريف، كتحسب مصاريف ديالك وكتدخل واحد الارباح لراسك انت، باش كتقدر تعيش، باش كتقدر تكمل في البلاتفورم. وكما قلنا واي نوت انك تكري واحد بطبيعه الحال واحد ستور ديالك شخصيا، سواء كانت في شوبيفاي، سواء كانت في دي بلاتفورم اخرين في يوكان ولا اي
بلاتفورم اخرين اللي كيعطيوك واحد لي سيرفيس، ولا انك ديفلوبيه راسك بووردبريس او ووكوميرس. فمن بعد كل هذا كيكون واحد الارباح اللي صافيه، وكتكون ارباح اللي طالعه بزايد. فهنايا كيكون عندك واحد الربح اللي طالع، وكيكون بطبيعه الحال انت كيكون عندك واحد الجول اللي غادي فيه مزيان. فكما كتلاحظ معايا فهنايا حاولت ما امكن انني ندير لكم واحد لي ستيبس وندير لكم واحد الخطوات اللي غنمشيو عليهم في المستقبل لهذه الدوره المجانيه 100%. فكيفيه انك غادي تجيب واحد المنتج رابح، وكيفيه انك دير ليه واحد التسويق اللي غيكون رابح بطبيعه الحال. لحقاش الهدف من ايتسي ماركتين ولا من الاي سي او باش نقدروا نخدموا به في ايتسي، فراه هو اول حاجه التايتل ديال لي كيورد. فكنحاول ما امكن انني نهضر بلغه عربيه فصحى لكي يفهمنا الجميع من كل الدول العربيه، وكذلك سنضيف اللهجه المغربيه والعربيه، وسنقوم بطبيعه الحال بالتكلم بالانجليزيه فيما بعد ان شاء الله، وباللغه الفرنسيه. لذلك في هذا الفيديو سنكون فقط في لغه عربيه ودارجه مغربيه لكي يفهمنا الجميع. وهنايا غنطرقوا كما قلت لك في اهم حاجه، وهي الديسكريبسيون، يعني وصف المنتج، طريقه الوصف ديالك لهذا المنتج اللي كتخلي الزبون انه ياخذ ديك الديسيزيون انه يدير لاكسي، ياخذ البرودكت ويشريه من عندك. فهذا هو الاوبجيكتيف ديال انك دير واحد الجود تاكس، ودير واحد بطبيعه الحال واحد التايتل الاوبتيمايزيشن ديالو يكون مزيانه. اوبتيمايزاسيون ديالو هي انه يكون واحد التايتل اللي كيلخص لي كيورد ولي تاغ، واللي كيكونوا دوك لي تاغ ولا لي كيورد، حيت كل ما كانت الفوليوم ديال لي تاغ فهنايا كان طالع الفوليوم ديال لي كيورد وديال لي تاغ، فهنايا كنعرفوا ان البرودكت خدام. عقل معايا بالضبط في هذه، كلما كان الفوليوم طالع كلما كان البرودكت خدام، وكلما كانت الكومبيتيسيون هابطه كلما كان البرودكت خدام. فيكون الفوليوم هابط والكومبيتيسيون طالعه، ما تخدمش على هذا البرودكت، ما تخدمش على هذا الكيورد، وما تخدمش حتى على هذيك التاغ، حيتاش كاينه الكومبيتيسيون فيه، زائد ما غاديش دير بلاصتك فيه. فالهدف من هذه الفيديوهات اللي غنخصوها في منصه بطبيعه الحال غنهضروا على المنصه ديال ايتسي ونحطوهم في يوتيوب. فالهدف هو انك تفهم استراتيجيات اللي غادي يكونوا في العمل على منصه ايتسي، حيتاش كاينه عندنا اكسبيريونس فيها كبيره، وكاينه فيها تجارب كبيره، وكاينه فيها طبيعه الحال سدان، منها سسباند، منها عراقيل، ومنها كيفاش تجيب المنتج، منها الطريقه كيفاش انك غادي تخدم على الاي سي يو ديالو او التسويق ديال المنتجات اللي غادي تجيب، وبطبيعه الحال الديزاين كيفاش انك تقاد واحد الديزاين اللي كيكون الكلاين او الزبون ساتيسفي بداك المنتج او بداك الديزاين من الديبار، اللي كيدخل غير كيشوف داك بطبيعه الحال داك البرودكت، تما خصو ياخذ ديسيزيون انه يدخل ويشوف البرودكت ديالك. فكما كنقول لك فاهم حاجه خصها تكون عندك هي انك تقنع داك الزبون انه يدخل للشوب ديالك. فما كيعنيش انه خصك تكون درتي مثلا الاصل بزاف ديال لي برودكت باش تجيب كلاين بزاف. فاهم حاجه هو البرودكت الاول اللي جاب لك اورغانيك ترافيك وجاب لك اورغانيك سيلز، فهذاك البرودكت حاول انه هكا هو اللي تطلق ليه الادز. علاش؟ حيتاش كلما برودكت جاب لك بطبيعه الحال فيزيتور للشوب ديالك، فراه هذاك بوحدو قادر انه يبيع لك البرودكت ديالك كاملين. هذه هي الطريقه اللي كنخدموا بها في الاول. من بعد بطبيعه الحال فتتكون واحد لي ستيبس او واحد الخطوات اللي كنتبعوهم باش كنقدروا نجيبوا مبيعات اكبر، ونجيبوا واحد الترافيك اللي كبير، ونحاولوا نتارجيتيو لو ماكسيموم بوسيبل ديال الناس او الماكسيموم بوسيبل ديال الزبائن اللي نقدروا نبيعوا لهم في هذه المنتجات، سواء كانت رقميه سواء كان دروب شيبين سواء كانت بي او دي. فبالنسبه للديجيتال برودكت فما يمكنش انك تخدم ديجيتال برودكت وتخدم مع الدروب شيبين، فهذا اشكال كبير جدا انك تخدم فيزيكال مع ديجيتال. ممكن انه الحساب ديالك يتغلق، يعني يتم الغلق ديالو بسبب انك كتبيع جوج ديال لي كاتيجوري في نفس الشوب. فمن الاحسن انك تتفادى من الاول هاد الامور باش ما تخدمهاش. ما كيعنيش هادشي انه 100% غيجيك سسباند، لكن من تجربتي الشخصيه
فكيكون هاد المشاكل هادو انك كتخدم دروب شيبين مع ولا كتخدم فيزيكال برودكت مع ديجيتال برودكت، فراه اول حاجه لي بوليسي ديال الشيبين ديالهم ما عندهم حتى علاقه مع البوليسي ديال الشيبين اللي كاينين في الديجيتال برودكت، حيت بعيد كل البعد على الفيزيكال. بالنسبه للفيزيكال فكنحتاجوا ما امكن نديروا واحد الشيبين بوليسي اللي كنقولوا ان هاد الدوله كنشيبيو ليها ولا ما كنشيبيوش، كنديروا باننا هاد الدوله عندنا لاكسي اننا ندخلوا لهذاك البرودكت ولا ما عندناش لاكسي اننا ندخلوا لهذاك البرودكت. فهنايا بحد ذاتها كنديروا تحديد ديال دوك البرودكت اللي غادي نبيعوهم. بطبيعه الحال كيكون واحد التحديد وكيكون واحد التارجيت وكيكون واحد الاستهداف اللي كيكون فريمون 100% في ذاك المنتج اللي غادي تخدم عليه، سواء كنتي غتخدم عليه في اليو اس اي، سواء كنتي غادي تخدم عليه في اوروب، سواء كنتي غتخدم عليه في اي دوله من الدول اللي كاينه فيها البلاتفورم ديال ايتسي ويمكن لك انك تليفري فيها. ومن ثم كيمكن لك انك تخرج واحد الترافيك من ايتسي وتخرجوا نوتخ بلاص ديال بطبيعه الحال المبيعات، سواء كانت شوبيفاي، سواء كانت انك ديفلوبي واحد الويب سايت ديالك، فتيكون عندك هنايا واحد الهدف اللي كبير باش انك تجيب الماكسيموم بوسيبل ديال الفيزيتور وتكون انت هنايا رابح. من بعد غادي نحاولوا نطرقوا كيفاش اننا غادي نخدموا على بانتيريست وكيفاش اننا نخدموا على تيك توك ريلز بالنسبه لي برودكت اللي كاينين عندك، وندخلوا الفري ترافيك للشوب ديالنا وما نحتاجوش اننا نديروا واحد الادس اللي كبير في ايتسي ونعطيه واحد البادجي اللي كبير، حيتاش بطبيعه الحال كاين بزاف ديال الناس اللي ما عندهمش واحد البادجي اللي كبير. فكنحاول ما امكن انني نعطي واحد الخلاصه المنتجات اللي تقدر تخدم عليهم، ونحاول ما امكن انني نعطي واحد الفرصه للناس اللي ما عندهمش او ليس لديهم اي راس مال للبدء في هذه المنصه. فانتظرونا، سنقوم بوضع هذه الدوره في القريب العاجل إن شاء الله، ونلتقي في فيديو آخر مع معلومات جديدة. خليك على القرص.